السلام عليكم، نتمنى نلقاكم الفيديو بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم مع قناتكم كوزينتك غادي نحضر معكم في ضمن الأكلات السهلة والسريعة وصفة سهلة للعشاء أو الغداء، خفيفة بنينة بالبطاطس والدجاج مع شليضة ديال الروز، كتجي ألذ ما يكون. يلا بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير. وإلا كنتي أول مرة كتشاهدي القناة ضغطي على زر الاشتراك وفعلي رمز الجرس هكا توصلي بجديد الفيديوهات ديالي. غادي نبداو اولا واحد السليفه ديال الروز، غادي ندير معاها واحد الحبه ديال الجزر، واحد نص كاس تقريبا هكاك ديال الجلبانه. غناخد واحد المعلقه صغيره ديال البزار وشويه ديال المليحه بطبيعه الحال، شويه ديال الزويته، وغادي نديرهم يتسلقوا. من بعد غادي ندوز هنا الفخيضات ديال الدجاج، غادي ندير معاهم شويه البصار حتى هما، شويه ديال الكركم او الخرقوم وشويه ديال المليحه، ونديرهم هكاك يتسلقوا حتى كيدخلهم هكا شويه الطياب. ومن بعد كندوز البطاطا كنسلقها وكنبدا كنقشرها حتى هكا حتى كنسالي. من بعد كناخذ واحد الصينيه ديال الفرن وكنقطع ديك البطاطا الصغيره، من الافضل كتجي هي بنينه وكتجي صامته تبارك الله. كنقطعها دوائر وإلا كانت عندكم ديك البطاطا الصغيره، صراحه انا كندير بزاف ديك البطاطا الصغيره الصغيره كتجي غزاله غزاله بزاف في هاد الطبق. دابا غير توفرت عندي غير هذه شويه كبيره، لذلك قطعتها على هذا الشكل هذا. خديت من بعد ما قطعت ديك البطاطا، غادي ناخد في التتبيله التاليه. غادي ناخد القزبور، غادي نغسلو نقطعو رقيق مزيان، وغادي ناخد فيه جوج دروس ديال الثوم، وناخد التوابل التاليه. غادي ناخد هنا الحامض، من بعد غادي نعصرو. غناخد شويه ديال الحرور او الهريسه اللي عندكم، غناخد الزعتر، وغناخد شويه المليحه، البزار والخرقوم او الكركم، البابريكا او التحميره. من بعد غادي نعصر هذيك نص حامضه. كنخلط الكل مع شويه ديال الزويته مع شويه ديال الماء. ومن الافضل داك الماء ديال الدجاج اللي كان هكا اللي داك الماء ديال الفخيضات ديال الدجاج. انا هنا صراحه راني كنت نسيت، حتى ضفت الماء عاد تفكرت اني راني كنضيف داك المرق ديال الدجاج. لهذا انا جيت وريت لكم. غادي نوريكم ان هذوك ديك المرق ديال الدجاج راه هو من الافضل زعما تضيفي داك المرق ديال الدجاج. وصراحه حتى هذاك المرق راه كناخذو انا وكنديرو فيه واحد القريعه وكنخزنوه حتى كنبقى مثلا كندير شي هكا شي اكله ديال الروز ولا شي اكله هكا شي مقيله، وكنبدا كنضيف منه هذاك داك المرق هذا. داك المرق هذاك، لان هذاك المرق راه من بعد ما كتحيدو هكا كتصفيه وكيبرد راه كيولي بحال الجيلاتين، كيولي تبارك الله هكا خاتر. وكي يبقى داك الجيلاتين ديالو شاد راسو، كيبقى واحد المده ديال 5 ايام حتى 6 ايام تقدري تستعمليه في وقتاش ما بغيتي. هنا كناخد هاديك التتبيله وكندوزها على هادوك الفخيضات كاملين. من بعد كناخدها وكنبدا كندوزها على هذيك البطاطا وكنلبسها مزيان على البطاطا ديالي، وكنضيف لها واحد شويه ديال الزويته. واخا راه هذيك التتبيله راه فيها الزيت، ولكن واخا هكا كنضيف واحد شويه ديال الزويته وكندخلها الفرن اللي كيكون ساخن. من بعد ما كناخد هادوك الفخيضات وكنضيف لهم واحد البيضه اللي فيها واحد شويه ديال المليحه. كنضيف ناخد هكا واحد 3 ديال المعالق ديال الدقيق، كنضيف لهم شويه ديال البصل، شويه ديال التحميره، وشويه يعني البابريكا، وشويه ديال الخرقوم، وشويه ديال المليحه حتى هما غير رشيشه صغيره. صافي من بعد كناخد دوك الفخيضات وكندوزهم في البيض. كندوزهم من بعد كندوزهم في داك الدقيق وكنديرهم مع هذاك ديك البطاطا اللي كون درت لها ديك التتبيله. هنا البنات بالنسبه للبطاطا راه كتجي معاها حتى الزعتر، عفوا حتى ازير كيجي معاها هكا واحد الرشيشه دازير كيجي حتى هي رائعه جدا. راه كندير هاد الطبق حتى مع ازير كيجي غزال غزال بزاف. صافي هنا باش ندوز من بعد ما كندخل هكا الطبق ديالي الفرن. كندوز هنايا كندير المايونيز، كناخذ واحد البيضه، كناخذ شويه ديال المليحه، شويه ديال الحامض، وكندير واحد الحبه هكا ديال الفرماج. كنبقى هكا كنطحن وانا كندير زيت المائده حتى وكان كتعقد لي هذيك المايونيز ديالي كما كتشوفوا حتى كتعقد مزيان. من بعد ما كتعقد
نضيف كنخليها على جنب حتى وكان كتبرد هكا شي شويه، وكندوز لداك الروز ديالي من بعد ما كيكون دخلو الطياب وتبارك الله كيجي هكا مفروز حبه على حبه، ما تخليوش البنات يطيب بزاف. شوفوا خليوه غير بحال هكا كيكون داخلو الطياب وهو هكا مفروز. من بعد كناخد واحد المعلقه صغيره ديال الصوجا، كناخد واحد هكا 2 معلقات ديال ديك المايونيز، كناخد شويه د البزار، كناخد واحد 2 معلقات كبار ديال زيت الزيتون، هكا نخلط الكل جيدا. كنضيف شويه ديال الخل وكنديرو هكا في شي مول عندك كيما بغيتي اختياري. كنديرو على هاد الشكل هذا، داك المول اللي كيكون ديال الكيك كيكون خاوي من الوسط. كنستف هكا فيه شويه ديال هكا الخضيره، بحال الخيار مطيشه وصافي. وكنقدم الطبق ديالي مع شويه ديال المايونيز هكا مرشوش من الفوق، طبق ديال الشليضه كيجي اكثر من رائع بهاد التتبيله التاليه اللي عطيتكم. كيجي الطبق ديالي ديال الدجاج والبطاطس مشرملين تبارك الله بديك التتبيله اللي فيها الزعتر، كيجي ألذ ما يكون. حتى البخيضات كيكونوا تبارك الله داخلهم طياب ومحمرين وكيجيو بنان بنان. البنات غير جربوا هاد الطريقه راها كتجي رائعه جدا والله ما تشبعوا منها. سريعه خفيفه هكا للعشاء، كتجي تبارك الله خفيفه وكتشبع. والاهم من هذاك الشيء كامل انها سهله، غير كتاخدي هذوك كتسلقهم وكتبدا كتبلهم تدخلهم للفرن، كتبلي هكا الشليضه ديالك. وهذا هو الطبق ديالنا. كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم، تجربوه وما تنسوناش من البارطاج وشي تعليق زوين بحالكم. ودابا بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الرحمن والى اللقاء. باي باي، لوصفه اخرى ان شاء الله.